يروي عبد الله بن عباس رضي الله عنه فيقول: لما طعن عمر رضي الله عنه ووضع على سريره قبل أن يرفع، أي قبل أن يذهبوا به إلى الدفن، فتكشفه الناس، أي التفوا من حوله يدعون ويصلون، فلم يرعني إلا رجل وقد أخذ بمنكبي، أي تفاجأ برجل وضع يديه على كتفه، فيقول: فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فسمعته رضي الله عنه يترحم على عمر، ثم قال: ما خلفت أحدا على وجه الأرض أحب أن ألقى الله بعمله منك، ويم الله إني لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، فكثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر.